السلام عليكم من الاخوه الكرام لهذا الفيديو حلقه جديده من قناتكم ماشي ام ان شاء الله. في هذا الفيديو نتكلم على انتصار المغرب على تنزانيا، وكذلك نتكلم على اصابه اناحي، وكذلك اقصاء السودان وتونس بطبيعه الحال. ولكن قبل ما نبدا ما تنساوش الاخوان انكم تدعمونا بالابوني والجيم والبارطاج وتشاركونا في التعليق باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. ويلا نبداو. البدايه بتشكيله المدرب وليد الركراكي اللي دخل بها المباراه. دخل بياسين بونو في حراسة المرمى، نايف أكراد وأدم سينا في محور الدفاع. الجهة اليمنى أشرف حكيمي، الجهة اليسرى نصر المزراوي، وسط الميدان نائل العيناوي وبلال الخنوس الصباري، والهجوم إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي. خطة 4-3-3 اللي كتحول 4-1 في الحالة الدفاعية بطبيعة الحال. المدرب غاموندي المدرب اللي كيعرف المغرب مزيان مزيان، واللي سبق درب فريق حسنية اكادير. لعبت لنا ب3-4-1-2، يعني لعب لنا بثلاثه ديال المدافعين، عمرنا الوسط بربعه ديال اللاعبين، درنا واحد اللاعب صانع العاب ديالهم، وضرب جوج في الهجوم. يعني يحاول يسد علينا المسافات، وصراحة نجح في الشوط الاول انه يسد علينا وأنه يبعد الخطورات عن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في الشوط الأول كان شفنا ديك التسديدة تاع نايف أكرد اللي جات فوق الجول، شفنا ديك التسديدة تاع دياز اللي جات فوق الجول، شفنا تسديدة العناوي اللي جات فوق الجول، شفنا داك الالتحام اللي كان ما بين الكعبي والحارس ديالهم في منطقة الجزاء اللي وليد الركراكي كان يطالب بركلة الجزاء. ولكن الصراحة باش نكون واقعي معكم واضح انه التحام عادي وما كانش يستاهل انه المغرب تاخذ عليه ركلة الجزاء بطبيعة الحال. والحكم ما عطاهمش بطبيعة الحال ركلة الجزاء لان الامور كانت واضحة بطبيعة الحال. شفنا هذيك الحوته اللي دارها بطبيعه الحال ايوب الكعبي، يعني دار حوته وضرب الكره بالراس. كان ممكن يتسجل ديك الكره، ديك العرضيه اللي لعبها اللاعب تاع المغرب لايوب الكعبي في منطقه الجزاء. ايوب الكعبي يعني هود عليها بالراس عن طريق حوته. كان ممكن ايوب الكعبي يسجل ديك الكره لانها مشات قريبه من المرمى وكانت ماركات، وكان هدف جميل لايوب الكعبي. قبلها كانت واحده الكره صراحه جميله لايوب الكعبي، جت عن طريق الركنية صراحة. وهالكرة صراحة جت عن طريق الركنية، يعني تلعبت الركنية. أيوب الكعبي كان يوجد راسو باش يضرب دومين فولي، ولكن الدفاعات تاع تنزانيا يعني بعدت الكرة، يعني وكان وصلت الكرة للكعبي وضرب دومين فولي كان غادي يكون هدف جميل لأيوب الكعبي بطبيعة الحال. الشوط الأول انتهى 0-0. الشوط الثاني شفنا أن الأداء تاع المنتخب الوطني تحسن، يعني شفنا انه في البدايه ديال الشوط الثاني الراسيه تاع الزلزولي اللي تصدى لها الحارس، شفنا كذلك تسديده تاع الخنوس اللي كذلك تصدى لها التسديده ديال الخنوس اللي جات فوق الجول بطبيعه الحال. شفنا كذلك في الشوط الاول بعدا نسيت ما قلت لكمش هذه. الشوط الاول شفنا ان الصيباري بواحد السونطراج جا عند الصيباري كيضرب الكره بالراس، وبطبيعه الحال كيسجل الهدف اللي كان اورجو بطبيعه الحال، لان يد تاع الصيباري اليمنيه الصراحه كانت شويه داخله في الاورجو، وبالتالي ما تحسبتش ديك الكره بطبيعه الحال وتلغى الهدف. المنتخب المغربي اللي الصراحه انا كنشوف انه كان قرار صائب من الحكم بطبيعه الحال. كما قلت لكم الشوط الثاني الزلزولي بروسيا الصراحه شكل خطوره على المرمى الحارس التنزاني اللي تصدى لديك الكره. شفنا التسديده تاع الخنوس اللي جات فوق الجول، شفنا داك الفوط اللي ضربوا اشرف حكيمي بطبيعه الحال. اشرف حكيمي بواحد الفوط يعني كيتيريه كتضرب الكره لبرا. الصراحه كان يقدر يكون هدف عالمي لاشرف حكيمي من ما ولا من الاصابه، لان اشرف حكيمي معروف ب... معروف بالفوطات، يعني معروف انه يعرف كيضرب الفوطات بطريقه مزيانه بطبيعه الحال. بعد ذلك شفنا الهدف تاع ابراهيم دياز اللي جا في الشوط الثاني. يعني اللاعب دخل منطقه الجزاء راوغ جوج اللاعبين ولا ثلاثه، وتيرا كره اللي ضربت في الرجل تاع الحارس التنزاني وتسجلت الكره، وكان هذاك هو هدف الفوز للمنتخب المغربي. وليد دخل الياس بن الصغير، دخل يوسف النصيري، وكذلك دخل اسامه تيرغالين،
الصراحه التغييرات هادو الركراكي ولا لعبنا مرهبه 4-4-2 دايموند، يعني الخطط تبدلت، ولينا لاعبين ب 4-4-2 دايموند. يعني كان عندنا نصيري 9 وكان عندنا مع الزلزولي لاعب مزور تما. والوسط صراحة كنا رجعنا اللاعبين ديالنا في الوسط والدفاع بطبيعة الحال، ولينا لاعبين ب4-4-2 دايما. الصراحة خرجنا المباراة لبر الأمان في آخر اللحظات، في الدقيقة الأخيرة. سينا كان غادي يدير لنا واحد البزلة، لأنه آه، دفع اللاعب تاع تنزانيا في منطقة الجزاء. تنزانيا طالبوا بركلة جزاء، ولكن الحكم قال لهم ان ما فيهاش ركلة جزاء بعد ما رجع للفار. بطبيعة الحال في التليفون، ماشي مشى للفار يشوف في الشاشة. يعني بان لهم ان الفار ان هذاك الاحتكاك هو احتكاك عادي يعني، وما يستاهلش ركلة جزاء بطبيعة الحال. المنتخب الوطني المغربي من صفر الحكم نهاية المباراة. شفت واحد اللقطة جميلة عجبتني، كيفاش اللعابة داروا الركراكي في الوسط وغطاوه بحال هكا، وبقاو يسمعوا التنبيهات تاع المدرب بطبيعة الحال. صراحة عجبوني اللعابة بديك الطريقة هذيك اللي داروها. صراحة كيبين ان اللعابة كيستمعوا المدرب، وهذا الشيء اللي ان شاء الله غادي يخلينا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله ناخذ كاس افريقيا هنا في المغرب مع الجمهور ديالنا الكريم اللي كنوجه لهم التحيه يعني على المسانده ديالهم من المنتخب الوطني المغربي. المنتخب السوداني، المنتخب السوداني الاخوان خسر قدام منتخب السنغال ب3-1. منتخب السنغال يعني انتصر على المنتخب ديال السودان يعني بثلاثة الواحد. شفنا الهدف الجميل اللي مركه المنتخب السوداني على المنتخب السنغالي. شفنا البيت الصراحة كان من خارج منطقة الجزاء تاع المنتخب السوداني في الشوط الأول، يعني تسديدة من زاوية صعيبة ومن خارج منطقة الجزاء كيطير الكرة لاعب ديال المنتخب السوداني. الحارس ديال السنغال يعني كيتعلق مع الكرة، ولكن كتسجل عليه في الزاوية 90. كان هدف جميل للمنتخب السوداني بطبيعة الحال. بعد ذلك شفنا أن أسود تيرانغا منتخب السنغال رجعوا مركزوا التعادل، وتبردوا مرها في الماتش يعني سجلوا الشوط الثالث. كان ممكن أنهم يزيدوا أهداف أخرى، ولكن رأفة بالمنتخب السوداني يعني ما بغاش أنهم يضاعفوا الغلة في ديك المباراة هذيك بطبيعة الحال. شفنا كذلك الإخوان الكرام مباراة تونس وكذلك مالي. مباراة اللي كانت كارثية، والمنتخب التونسي صراحة كان يستاهل الإقصاء، لأنه لا يعقل الإخوان الكرام أن المستوى تاع تونس في هذه البطولة كان طايح بزاف. يعني خيبوا الأمل ديالي، كنت مرشحهم باش أنهم يدوزوا للدور ربع النهائي، ولكن خيبوا الأمل ديالي بطبيعة الحال. المنتخب التونسي دار شوط أول كارثي. الشوط الثاني المنتخب التونسي تمكن انه عن طريق رقم 19 انه يسجل الهدف ب 66 كشفه. تمكنوا انهم يسجلوا الهدف الاول، يعني واحد الرأسية تاع رقم 19 كيحطها في الشباك تاع الحارس تاع مالي اللي بقى يتفرج في الكره وتسجلت عليه بكل سهوله. كان هذاك الهدف الاول ديال المنتخب التونسي. بعد ذلك في الوقت من الضياع، في الدقيقه الاخيره من الوقت من الضياع، يعني منتخب مالي كياخذ ركله جزاء كيتيروها في ارضيه قويه، كيتيروها المنتخب المالي. الجارديان تاع المنتخب التونسي يعني كيمشي مع الكره، ولكن كانت قويه عليه يعني ما قدش يتصدى لها، وتسجلت على الجارديان تاع المنتخب التونسي بطبيعه الحال. كان هذاك هدف التعادل. الاشواط الاضافيه يعني ما شفناش فيهم شي حاجه اللي كبيره، يعني الاداء كان باهت في الاشواط الاضافيه. وفي ركله الترجيح يعني ابتسموا المالي، يعني كنعرفوا حنا ركله الترجيح هي ركله الحظ، يعني ابتسمت المنتخب المالي اللي سجل يعني ضرب الركله التركيز بتركيز كبير. والمنتخب التونسي يعني هي جوج ركلات اللي خلاوه انه جوج ولا ثلاثة اللي خلاوه انه يغادر البطولة. صراحة الجامعة التونسية خصها تجلس مع المدرب سامي الطرابلسي، وتجلس كذلك مع اللاعبين وتراجع الأوراق ديالها، لأنه لا يعقل أن المنتخب التونسي يخرج بهذه الطريقة الباهتة من الكان بطبيعة الحال.
نمشيو للاصابه تاع أناحي. للاسف اليوم يعني اللاعب أناحي تصاب لنا. الصراحه انا بوجهه نظري الشخصيه كنشوف ان أناحي كان يستاهل انه يكون معنا في هذه المباراه هذه، ولكن تعرض لواحد الاصابه في التدريب، يعني اصابه عضليه ربما غادي تخليه ينهي المسيره ديالو في كاس افريقيا، وربما يقدر يغيب بعض المباريات ومراه يرجع. وصراحه نتمنى ان أناحي يرجع لنا في اسرع وقت ممكن، لاننا محتاجينه. لانه اليوم الصراحه انا بان لي ان المغرب تاثرت في وسط الميدان بغياب أناحي، باش نكون واقعيين. يعني أناحي لاعب اللي كيلعب مثلثات في وسط الميدان. الصراحه من ما كانش اليوم بان لي ان المغرب تاثرت ملي أناحي غاب. يعني كاينين شي وحدين ما راهم عارفين راسهم فرحوا ان أناحي تصاب، ولكن كما كنقولوا ما حظينا ربي يعطينا. الحمد لله انتصرنا. غادي نواجهوا اما جنوب افريقيا ولا الكاميرون، وان شاء الله تطلع جنوب افريقيا اللي ان شاء الله نواجهوها، لانه عندنا معها واحد الحساب خصنا نصفيوه بطبيعه الحال. اذا الاخوه الكرام وصلنا لنهايه حل الفيديو اللي كان خفيف ظريف. تكلمنا عليه، تكلمنا على المباراه، وتكلمنا على سقوط تونس وكذلك السودان، وتكلمنا على اصابه أناحي. غادي يكونوا عندنا فيديوهات ان شاء الله اخرى غادي نتكلموا فيها على العديد من الامور. ما تنساوش الاخوان كتشجيع لهذا المحتوى بطبيعه الحال. ما تنساوش انكم تدعمونا بالابوني والجيم والبارطاج وتشاركونا في التعاليق، تقولوا لنا الراي ديالكم في المباراه، وكذلك واش المغرب تقدر تربح كاس افريقيا من وجهه النظر ديالكم نتوما. ونتمنى منكم انكم تدعوا معنا، لاننا صراحه رانا مراد بهذا البرد هذا. يعني رانا مراد. حذاو راسكم الاخوان من البرد، والله يعافيكم. وبقى لي الا نقول لكم الله يعاونكم.